على مدار العصور الماضية لم يؤرق الفلاح المصري قدر ملوحة الأراضي الزراعية والمياه التي تروى بها، لذلك يشكل تطهير التربة وتحسين المياه أملا في تغيير الخريطة الزراعية، وهو ما يحاول الباحثون العمل عليه من خلال التجارب الكيميائية التي تنقي التربة الزراعية لأكثر من 20 سنتيمتر وصولا لجذور النباتات المتأثرة، كذلك الآبار التي تتخطى نسبة الملوحة فيها 1000 درجة BPM. نتيجة الأملاح الموجودة في البير اللي هي في التحاليل 1000 BPM، هي ماء عسر. الماء العسر ده موجود فيه مغنيسيوم، كالسيوم، رصاص، حديد من العناصر ومن المواد الكيماوية. احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنحط المادة دي مادة بودر بدون اي تنقيات، بدون اي تكثيف اي شيء ولا حتى تقليب. هي بتشتغل على طول على جزيئات المية، وبالتالي بتحول لي المية العسرة الى مية قابلة للزراعة وممكن تكون قابلة للشرب. مشاكل ملوحة التربة والماء متعددة، لكنها في نهاية المطاف تؤدي إلى تدهور خواص الأرض الزراعية وانخفاض إنتاجية المحصول بشكل ملحوظ والإضرار بالنباتات حتى الموت، فضلا عن الإسراف اللامعقول في السماد والماء. الجدوى الاقتصادية هنا إن أنا بحسن من المية، بشيل نسبة عسر كبيرة جدا منها بحولها لما يقرب للPH 7، وفي نفس الوقت زيادة المية لما بتحصل على الثمار وعدم وجود الأسمدة المناسبة في مرحلة النضج زي عنصر البوتاسيوم، وعنصر مهم جدا لدخول السكر للخلايا أو تكون السكر ووصوله إلى مرحلة الرايبنينج أو النضج الكامل، فبيحصل زيادة في المية للثمار، فالثمار بتشق زي ما احنا شايفين. والتشقيق ده برضو بيكون طعم الثمرة مش هو طعم الناضج المطلوب. الشق الثاني من التجربة يمتد إلى ماء الشرب المالح والملوث الذي يجري في أغلب صنابير المحافظات، ويؤدي أخيرا إلى حفنة من الأمراض التي لا تعد ولا تحصى. ومية البير عالجناها من العسر، وطبعا احنا حاولناها تساعد في ماء الشرب للإنسان. احنا بنكثف المجهودات دي لان احنا عندنا الامراض ابتدت تنتشر في السرطانات. السرطانات دي بتيجي نتيجة بعض العناصر الثقيلة زي الرصاص اللي موجود في المية بنسب حتى لو ضئيلة، فاحنا بكده ممكن نحمي البلد والشعبنا كله من او نعمل وقاية لمرض السرطان عن طريق العناصر الثقيلة اللي ممكن تدخل عن طريق الاكل والشرب، لان المية هي الحياة.